جاهزين نشوف لوك خليجي يخطف الانفاس. النهارده جايبه لكم ميك اب خليجي فخم فيه كل التفاصيل اللي بتحبوها. اول حاجه ابتديت طبعا بالموسترايزر بتاع البشره اللي هي حاجه اساسيه ما ينفعش نستغنى عنها. تاني حاجه هنا هبتدي اغمق درجه البشره درجتين او 3 درجات عن الطبيعي. يعني هي بشرتها فاتحه، انا هبتدي اغمق لان انتوا عارفين ان معظم الخلايجه البشره بتاعتهم قمحويه. قليل قوي لما تلاقي واحده خليجيه او شخص خليجي بشرته فاتحه. دلوقتي خلصت مرحله الفونديشن وغمقنا البشره درجتين او 3. دلوقتي ببتدي انضف تحت الحواجب بالكونسيلر يبقى درجته فاتحه زي ما انتوا شايفين. طبعا الكونسيلر ده بنحطه بيز للاي شادو علشان الالوان بتاعه الاي شادو تبقى قويه وواضحه معانا. برضو دي خطوه اساسيه ما ينفعش نستغنى عنها. دلوقتي ببتدي اعمل بلندنج للكونسيلر اللي انا حطيته. لازم اعمل له بلندنج بالبيوتي بلندر لان البيوتي بلندر بتسحب كل الزوايد معايا بتاعت سواء الكريم او الكونسيلر. دلوقتي بقى استخدمت من البالت بتاعت جاكلين هيل اغمق درجه بني موجوده. هبتدي اعمل ايه؟ اخدت فرشه ايلاينر تكون رفيعه او فرشه حواجب. لو انت عندك دي او عندك دي مفيش اي مشكله. ابتديت اخدها وابتديت اسحب خط من اخر العين ارفعه كاني هعمل ايلاينر، وباجي عند الكسره اللي هي بتاعه الجفن المتحرك وابتدي ادخل الاي شادو بتاعي لجوه العين زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا بطبق على السيليكون. ابتديت اخد خط زي خط الايلاينر وببتدي اوقف الخط ده عند اول الكسره بتاعه الجفن المتحرك بتاعي كاني بعمل كات كريس بالظبط. وببتدي اظبط بقى الرسمه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وببتدي بعد ما ظبطت الرسمه بتاعتي وابتديت وحددت عند الكسره بتاعتي ببتدي املى بالاي شادو بنفس اللون بتاعي البني الغامق. اي باليت عندك فيها اللون نفس اللون البني عادي استخدميها. وببتدي بقى معايا اطول الخط لحد اول العيون من قدام زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي برضو ببتدي اخد نفس اللون البني. كل ده انا لسه بستخدم لون واحد، انا بس بتقله وبعمله بلند. غيرت بس البروش بتاعتي، استخدمت بروش بنسل بروش. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين اخدت مع اللون البني الغامق لون بني فاتح زي ما انتوا شايفين درجة الالوان من الباليت. دلوقتي ببتدي اعمل بلند للاطراف علشان لما ادخل لون تاني يبقى في بلند ومفيش خط كده فاصل ما بينهم. دلوقتي اخدت بقى من باليت هدى بيوتي اخدت لون بيج فاتح زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي ادمج بس بيه اللون الغامق بتاع الاطراف علشان يعمل لي تدرج للالوان. واخدت من نفس اللون الفاتح ابتديت املى بيه الزاويه المقدمه بتاعه العيون. دلوقتي بقى نيجي للحاجة اصلا اللي هتبين اللوك. على قد ما اللوك خطواته بسيطة بس قوي قوي وخطير نار. يعني لو انتي عملتيه يعني بصي هيبقى يديكي شكل العيون تحفة. استخدمت دي باليت عندي انا مش فاكرة البراند بتاعها بالظبط بس الباليت دي جليتر حبيبات، جليتر بتاع العرايس مش البيجمنت، لا ده الجليتر. ابتديت اخد اللون الفضي وابتديت املى بيه بقى الزاويه كلها نص العيون الجفن المتحرك. وباخد نفس اللون بنفس البروش اللي انا استخدمتها الاول اللي هي بتاعه الايلاينر. ببتدي اخد نفس اللون البني وابتدي بيه احدد من عند خط الرموش السفليه بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انتي مثلا لما تيجي تحددي خط الرموش السفليه عندك بتستخدمي اغمق من الاغمق للافتح. دلوقتي اخدت ايلاينر جليتر برضو لونه فضي ومشيت على الخط البني اللي انا عملته. كل ده بيدي شكل حلو قوي للعيون وبيوسع العيون معايا وبيخلي اللوك قوي. لو انتي بتحبي الالوان القويه ده هيخلي اللوك معاكي خطير. وابتديت اخد برضو نفس الايلاينر الجليتر وابتديت امشي على الخط بتاع الكسره بتاعه الكات كريز من عندي من فوق. ابتديت بس امشي كده حاجه بسيطه. دلوقتي بقى هعمل الوينج اللي كل الناس بتستصعبه. انا اخدت بنسل لاينر وابتديت اخد خط رفيع قوي من قدام زي ما انتوا شايفين الطريقه وببتدي املاه يعني زي المثلث الخفيف. المثلث بعمله بعد كده ابتدي املى الفراغات بتاعته وبيتعامل معاكي بكل سهوله حرفيا وبيبقى بيرفكت معاكي بجد. ودلوقتي بقى ابتديت اركب الرموش. انسب رموش بقى تستخدميها مع الميك اب ده
تبقى رموش مفرغه. ليه مفرغه؟ علشان ما تبقاش كثيفه قوي لدرجه ان هي ما تبقاش مبينه رسمه العين اللي انت عاملاها. يعني مش بعد ما هتعملي رسمه العين الخطيره دي هتستخدمي رموش تداري كل اللي انت عملتيه ده. لا بالعكس، احنا لازم زي ما انتم شايفين كده، شايفين الرمش عامل ازاي؟ هنا اوضح بكتير. الرمش مش كثيف قوي وكمان مفرغ. الرمش ده هيودي سحبة العيون في حتة تانية خالص. هنا بقى ابتديت ازود الحواجب عندي بالاي شادو. انا عاملاها طبعا هير باي هير، او لو انتوا عايزين للطريقه انا عامله الفيديو مفصل لطريقه رسم الحواجب على العيون السيليكون، وتطلع معاكي بنفس الشكل البيرفكت ده. هنا بس حسيت ان الحاجب معايا عايز يتقل شويه، فابتديت املى كل الفراغات باي شادو لونه بني فاتح. وهي سهله قوي، هي بس عايزه تعود. زي ما انتوا شايفين لون الاي شادو اللي انا بملى بيه الحاجب. وطبعا اي زوايد بتطلع مني مبتبقاش مظبوطه انا بشيلها في الاخر. هنا بقى استخدمت بروش كده تبقى صغيره بتاعت بلند، وابتديت اعمل الكونتور بتاع النوز برضو بدرجه بني. هنا ببتدي اعمله بلند وببتدي اسحب الكونتور بتاعي عند الحاجب بالظبط. هنا بقى ابتديت احط الاي شادو، سوري يا بنات، البلاشر. وهنا بزود الهايلايتر، الاضاءة اللي هي اصلا بتدي فينش البشرة بيبقى جلوي وشكله تحفة. انا بحب فينش البشرة بتاعي بيبقى جلوي قوي. مش عارفة ازاي في بنات ما بتحبش البشرة دي، بالعكس البشرة بتبقى شكلها هيلسي وجلوي كده، بتبقى خطيرة مع اي ميك اب لوك انت عاملاه، سواء سيمبل ميك اب او ميك اب قوي جدا. ايا كان الميك اب اللي انت عاملاه بيبقى شكله حلو قوي. وبس كده، ده يكون الفاينل لوك. ويا رب تكون الميك اب عجبكم، ويا رب تكون الرسمه كمان عجبتكم، وتكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حابين اي ميك اب في الدنيا، او لابسه اي دريس، او عندك اي مناسبه وحابه تعملي عليها لوك ميك اب معين، اكتبي لي تحت في الكومنت وانا هحاول اعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، وبحبكم قوي. باي.